قل له خلصني يا رب لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. قل له خلصني يا رب لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. تقول له خلصني يا رب لأنك تعرف ضعف طبيعتنا. خلصني لأنه أية منفعة في دمي إذا هبطت إلى الجحيم. تقول له خلصني يا رب لأن هذا هو عملك، هذا هو مسؤوليتك تجاه البشرية التي خلقتها بيديك وتجاه هؤلاء البشر الذين دعوتهم أبناء لك. ولأنك قلت ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. نفذ يا رب وعودك. خلصني لأن هذا هو عملك، هذا هو عمل نعمتك، وهذا هو عمل روحك القدوس الذي ترسله إلى العالم لكي يبكت على خطية ولكي يقود في الحياة الروحية ولكي يعطي قوة للناس. خلصني لأني أذكر عبارة عبدك بولس الرسول الذي قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وأتذكر أيضا قولك في إنجيل مرقس كل شيء مستطاع للمؤمن. يا ريت كل واحد يضع في قلبه هذا الإيمان إنه لو طلب الرب يخلصه هيخلصه، بس هو لا يكون عقبة في طريق هذا الخلاص، وإنما يفتح قلبه وإرادته لعمل النعمة فيه لكي يخلصه. قل له خلصني يا رب لأن هذا هو عملك، لأنك إذا ما كنتش أنت اللي هتخلص الناس مين اللي هيخلصهم؟ هل هتخلصهم طبيعتهم التي ضعفت واستمرت في الخطية زمن طويل، ولا سقوطهم وضعفهم أمام الشيطان، ولا الناس لا يوجد غيرك؟ احنا نفرح انه قيل في التهنئة بميلاد السيد المسيح ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب إنه ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.